وزير الشباب والرياضه بيقول ايه عن عوده مرتضى منصور، ومرتضى منصور كان بيتساوم على ايه قبل خروجه من السجن، وتصريحات مثيره لمرتضى منصور. تعالوا بينا نعرف حاجات مهمه في حلقه النهارده عن عوده مرتضى منصور لرئاسه نادي الزمالك من تاني. وزير الرياضه بيقول ان المستشار مرتضى منصور انتهى من تطبيق الجزء القانوني، ودلوقتي هم بيشوفوا كل حاجه، ولما يطلع قرار الفتره الجايه هيكون مدروس وقانوني، وما ينفعش ياخدوا اي قرار وبعدين يكون غير قانوني. وده بيفتح لنا الباب اننا ممكن نشوف مرتضى منصور بالفعل في رئاسه الزمالك من جديد. طب ازاي؟ تعالوا نعرف. وده بقى اللي بيوضحه المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. كان قال انه بعد حبس مرتضى منصور اتعزل من رئاسه الزمالك، وانه بكده مش هينفع يرجع تاني الا بعد ما يترشح من جديد في انتخابات الزمالك الجايه، وده طبعا في حاله ان ما كانش فيه سبب يمنع مرتضى منصور عن كده. اللائحه الاسترشاديه بقى للانديه المصريه عن قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017 ان عضويه اي عضو من مجلس اداره اي نادي بتزول فورا في حال صدور ضده اي قرار او اي عقوبه بتعوق حريته، وده اللي تم عليه عزل مرتضى منصور عن رئاسه الزمالك. بالتالي عشان نشوف مرتضى منصور من جديد في رئاسه الزمالك فلا بد من ترشحه في الانتخابات الجايه لرئاسه الزمالك، وان فاز بيرجع تاني كرئيس لنادي الزمالك. طبعا ان خسر الانتخابات فمش هنشوف مرتضى منصور في رئاسه الزمالك تاني. ده اللي بيوضحه كلام المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه، وتصريحات وزير الشباب والرياضه بتوضح وبتقول ان في احتماليه اننا نشوف مرتضى منصور في رئاسه الزمالك، والمتحدث الرسمي قال لنا ازاي ممكن نشوف مرتضى منصور في رئاسه الزمالك، ولكن يرجع حاليا قبل اجراء اي انتخابات من المفترض ان ده هيكون بيخالف القانون. اما عن مرتضى منصور بقى فطلع تصريح وقال انه بيتساوم على حريته بثلاث حاجات. اول حاجه انه يقسط غرامه كهرباء على 5 سنين، ثاني حاجه انه ينسى قضيه القرض، ثالث حاجه انه يعتذر لكابتن محمود الخطيب، وقال ان معركته مش مع الاهلي، معركته مع كابتن محمود الخطيب، والمعركه بدات دلوقتي. وقال كمان انه بعت رساله لاحمد وامير وقال لهم اوعوا حد يضغط عليكم عشان تعتذروا للخطيب، واوعوا تعتذروا لو السما اتطبقت على الارض. وتصريح بقى مهم قال انه هيعلن الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك يوم الجمعه الجايه في مؤتمر. اذا احنا قدامنا موضوع ملخبط، هل مرتضى منصور هيرجع لرئاسه الزمالك من دلوقتي؟ القانون بيقول ايه؟ المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه قال ايه؟ كل ده احنا عرضناه عليكم، وقانونيا ما ينفعش ان مرتضى منصور يرجع لرئاسه الزمالك الا بعد اجراء انتخابات على المقاعد او الكراسي الفاضيه في مجلس الاداره، واللي يكسب منها يبدا يشتغل ويقوم بمهام المنسوبه ليه. اذا قانونيا مرتضى منصور ما ينفعش يرجع لرئاسه الزمالك الا بعد اجراء الانتخابات. فهل هنشوفه بيرجع من دلوقتي؟ وهل هنشوف لائحه او ماده في القانون بتقول كده او بتصرح لمرتضى منصور بانه يرجع لرئاسه الزمالك من دلوقتي؟ ده اللي هنشوفه في الايام الجايه، وتصريحه الاخير بتاع الجهاز الفني هيعمل لغط كتير. حلقتنا لحد هنا بتكون خلصت. الراي ليكم، رايكم ايه في الموضوع ده؟ حلقتنا خلصت، سلام.